السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ انا محمد ابراهيم العباسي، والنهارده هنشوف ازاي نعمل جوجل فورم. نتكلم عن اساسيات سريعا، مش هنتكلم عن حاجات تانية النهارده في الفيديوهات. بعد كده ممكن انزل فيديو عن ازاي نعمل ليميت للفورم، يعني عند عدد معين وبعدين تقفل. وازاي نعمل تيكت لكل حد في الفورم ديت انه ياخد تيكت يعني للحضور، ويبقى فيه فاليديشن كود او كيو ار كود يعني ليها ان احنا نعمل له سكان عشان ناخد الاتندنس بتاعه. اول حاجه ان احنا عشان نكون الدنيا منظمه معانا، انت بتفتح الاكونت بتاعك سواء الورك سبيس سواء الاكونت البيرسونال بتاعك يعني. وبتعمل من عليه هنا يعني نيو فولدر. اول حاجه بتعمل نيو فولدر هتسميه باسم الايفنت زي ما انا عامل كده، بتسميه باسم الفيديو عادي. وبعدين هتروح على جوجل فورم هنا ونيو بلانك فورم، تستنى شويه وبعدين هيفتح معاك بالشكل دوت. هتسميها على سبيل المثال انها سوفت سكيلز ايفنت مثلا. هتكتب هنا اهوت الديسكريبشن، وتحت هتلاقي وفوق قصدي هتلاقي الاسم اتغير. هتعمل ببلش اول حاجه كده عشان تتابع التغييرات اللي بتحصل مره واحده. تاخد الكوبي لينك كوبي كده وبعدين تحطه هنا وتروح تلاقيه بالشكل ده. تعال نشوف كده سريعا ايه اللي بيحصل. اول حاجه كده احنا ما عملناش اي حاجه لسه في الفورم، مبين معانا كذا حاجه. اول حاجه هو الهيد بتاعنا او التايتل بتاعنا، ودوت اسم الفورم بتاعتنا اللي بنعمله عشان نضيفه بشكل جمالي كمان. بعيد عن كده ممكن تضيف ديسكريبشن، يعني ممكن تكتب فيه اسم المكان اللي عامل الايفنت او مهما يكن يعني الاسم الخاص بالديسكريبشن اللي انت عايز تعمله. هتلاقيه اتعمل بالشكل ده. ممكن كمان تيجي هنا اهوت على اللاي اوت او كاستمايز بتاعت الثيم بتاعتنا، تنزل هتعمل دي الهيدر، تختار اي ايمج من هنا سواء انت هتعملها تشوف الابعاد المناسبه ليها وتعملها او تحط انت واحده جاهزه من هنا. هعمل هنا انزرت عادي، هتلاقيها ظهرت بالشكل ده هناك برضه، بقت بالشكل ده كده. غير الالوان بتاعت الثيم تلقائيا على حسب الصوره اللي ورا، يعني ده بتكون حاجه يعني كويسه في جوجل. تاني حاجه بعد البيسكس بتاعتنا اللي اتكلمنا عنها فوق، هتلاقي الايميل. لو رجعنا تاني هنا هنلاقي في ايميل؟ لا، ده بنجيبه من السيتنجز هنا، نقفل الثيم وتنزل تحت على الفورم ديفولتس، وبعدين هتلاقي الكولكت ايميل ادريس باي ديفولت. هتلاقي فيريفايد يا ريسبوندر انبوت يا دونت كولكت. طبعا بما انك عايز هنا في ايفنت فانت محتاج غالبا الاسم الايميل الرقم والكليه بتاعته مثلا والفرقه بتاعته. فهنا هنخليه ان هو عايز الايميل بتاعنا ونخليه فيريفايد. فيريفايد معناه انه لازم تعمل اكسس بالاكونت بتاعتك على جوجل، يعني تعمل ساين ان وذ جوجل علشان تقدر تعمل الفورم بتاعتنا. ريسبوندر انبوت لو عملناها ريسبوندر انبوت وخلينا سيفنج هنا خلاص هيخلصها، وكان نعمل ريلود الصفحه هنلاقيه بيقول لك اكتب الايميل بتاعك. بس هل انهي طريقه احسن؟ يعني ممكن واحد مش عارف ايه الايميل بتاعه، ممكن واحد كتب الايميل بتاعه غلط وهكذا، فبالتالي الفيريفايد انبوت احسن بكتير قوي. نرجع تاني نكمل، هنلاقي عندك اول حاجه الكويستشنز بتاعتك العاديه. اول حاجه هنبص على انواع الكويستشنز كلها. هتبدا من شورت انسر وباراجراف. شورت انسر لحاجه صغيره زي الاسم رقم التليفون وهكذا. الباراجراف لو بتاخد فيدباك من حد او حد عايز يعني كلام كتير، فانت بالتالي انت لازم تخليها من الباراجراف حاجه كبيره يعني. في مالتيبل تشويس دوت لو سؤال اختياري يبين جدا من اسمه. في تشيك بوكس لو هو انت عايزه يعلم ان هو عمل يا لا. في دروب داون لو هيختار من شويه حاجات زي ما هنعملها في الكليه او الفرقه بتاعته. في فايل ابلود مثلا انت عايز منه سكرين شوت للتحويل على فودافون كاش او على انستا بي مثلا، فانت بتعمل له فايل ابلود. في اللينير سكيل واللينير سكيل والريتنج دوت مثلا مدى الرضا بتاع العميل بتاعك، الفيدباك بتاعته والتقييم بتاعه وهكذا. المالتيبل تشويس جريد تشيك بوكس قصدي جريدز كمان، هما الاثنين للريتنج وكلام من ده. الديت اند تايم شارحين نفسهم. نبدأ بقى أول حاجة وإن إحنا عايزين الاسم بتاعه، فهنكتب له النيم. هو هيعمل شورت أنسر، هنخليه ريكوايرد. طب استنى، لو هو مش ريكوايرد وسيبناه كده ورحنا عملنا ريلود هنلاقي ايه؟ بس أنا ممكن أعمل سبميت من غير ما يكون فيه إنديكيت يعني إنها ريكوايرد، فبالتالي ممكن أعمل سبميت من غيره. بس أنا عايزه يكون فيه إن هو ريكوايرد علشان دي حاجة أساسية، يعني أنا مش عايز حد يجري من غير ما أعرف اسمه، فلازم تكون ريكوايرد. هنضيف بعدها كويستشن تاني عن طريق علامة الزائد اللي بتكون موجودة هنا. على سبيل المثال الواتساب نمبر، واللي هنخليه برضه شورت انسر وريكوايرد. كده خلصنا خلاص الايميل والاسم والواتساب نمبر. هنخش بعدها على الكلية والدفعة بتاعته أو الفرقة يعني. الكلية بتاعته هنخليها هنا هو دروب داون علشان نخليه يختار من حاجات معينة. مثلا الطب، النيرسينج، ساينس وهكذا. ليه بقى احنا بنخليه هنا يختار من حاجات معينة وان هو عن طريق الدروب داون مش بنخليه شورت انسر زي اللي فوق؟ علشان مثلا لو حد في كلية الطب، على سبيل المثال أنا معايا 4 في كلية الطب، هنلاقي كاتبين كالتالي. كاتب واحد كلية ثانية، نلاقي كاتبين كالتالي مثلا كلية الطب. دي أول طريقة عشان أكتب بيها الطب بس، ودي طريقة تانية عشان أكتب بيها كلية بالهاء الطب.
او كليه طب طنطا. طبعا بتبقى بشكلين، كليه الطب جامعه طنطا وجامعه طنطا تلاقيها كذا شكل، فهكذا. هي دي المشكله بتاعت انك تخليه شورت انسر، مش هتعرف تعمل سورتنج للداتا. يعني مثلا الواتساب نمبر والاسم، انا مش هاجي مثلا اعمل احصائيه هو كام واحد اسمه محمد، مش هستفاد بيها في حاجه فعليا في السيشن بتاعتي او هكذا. لو هستفاد بيها فعلا فانت هتخليها دروب داون زي دوت عشان يكون اسم محمد ثابت معاك. محدش يكتبه بالانجليزي مره والانجليزي هيكتبه مثلا بالاو، هيكتبه باليو، هيكتبه دبل ام، هيكتبه سنجل ام، هكذا. فيعني هي عشان تعمل سورتنج للداتا اكتر فانت بتعملها دروب داون، عشان ما تقعدش وانت في الاكسل هقعد اختار دول كلهم ازاي، هقعد اختار كل الطرق اللي اتكتب بيها كليه طب طنطا ديت كتير. فبالتالي انت خلاص بتعمل دروب داون عشان تجبره انه يختار حاجه من دول. هنعمل كمان كويستشن وهو الجريد بتاعته او المرحله بتاعته. اسف نغير تاني، اللي هي هتكون مثلا هتبقى برضو قصدي دروب داون. ف 1 2 3 4 5 بوست جراجويت. خلاص كده جميل، معاك الحاجات الأساسية. جميل جميل، هتخليه برضو ريكوايرد. تعال نبص على الفورم هناك بعد ما ضفنا دول كله. تعمل ريلود الصفحة، هتلاقي عندك الواتساب نمبر افكاسي جريد. جميل، تعالى بقى كده نعمل فاليديشن للحاجة اللي معانا ديت على حسب اللي احنا كنا عايزينه في دماغنا فعلا. اولا الاسم بتاعه موجود، الايميل بتاعه موجود، الرقم موجود، الكليه والجريد بتاعته او السنه بتاعته. طب تمام جميل. وليكن ان الايفنت بتاع السوفت سكيلز اللي احنا عاملينه دوت موجه لطلاب طب فقط، لانه هيتعامل مثلا بورق معين، مش قابلين الامن مثلا، مش قابل الناس تخش من ورا الكليه او مهما يكن يعني المشكله اللي عندنا، فاحنا موجهينه لفئه معينه. فبالتالي انا عايزه لما يختار فاكولتي ويختارها حاجه غير ميديسن، او يختارها مثلا حاجه غير ميديسن او يختارها كليه تانية عامه يعني، انا اوجهه انه يقول له الايفنت ده للاسف مش هيبقى ليك، تابع صفحتنا مثلا على الفيسبوك عشان يوصل لك معلومات تانية عن الايفنت. تعال نعمل ديت ازاي. وفي نفس الوقت انا عايز برضو الناس اللي سجلت انها كليه الطب يوصل لها عادي مثلا الجروب بتاع الواتساب اللي احنا عاملينه عشان يخشوا عليه ويتابعوا مجدد المعلومات بتاعته. طب جميل جميل. تعالى بقى نعمل الحركه دي. هتعمل هنا اهوت اد سيكشن، هتلاقيها علامتين كده او مربع مستطيلين قصدي فوق بعض، وتعمل لها تعمل اد سيكشن كده. فالسيكشن التاني، وعلى سبيل المثال اللي هو السيكشن بتاع الناس اللي ملهاش الايفنت ده، يبقى this event is not for you. على سبيل المثال فالديسكريبشن هقول له follow us to know the new events مثلا. جميل جميل. ده السكشن التاني بتاعت الناس اللي هي من بره الكليه. هعمل كمان سيكشن للناس اللي هي فعلا من كليه الطب مثلا، وهخليها هنا يقول له ايه، واتساب جروب مثلا. احنا عاملين واتساب جروب عشان الناس تتواصل عليه، يبقى انت you must join this group مثلا. جميل جميل، خلاص خلينا must join this group، بس هنضيف هنا اهوت حاجه تانية، وهو بقى نخليها تشيك بوكس. نعمل تشيك بوكس هنا اهوت، وعلى سبيل المثال واتساب جروب. هنا اهوت نسيت اعمل حاجه مهمه. جميل جميل، واتساب جروب مثلا، وهضيف اللينك بتاعه تحت هنا على سبيل المثال test.com whatever يعني انت هتعمله ايه. وخلاص هقول له الاوبشن 1 هنا اهوت I had joined مثلا، وخلص الحوار. جميل، هو كده اعمله ريكوايرد برضو، وهو كده انضم معانا وبعدها يعني. طب تعال نشوف بقى ازاي هنخلي الناس اللي اختارت فاكولتي اوف ميديسن هي اللي تروح للواتساب جروب وتعمل سكيب لحته الايفنت this event is not for you، ونشوف الناس ازاي اللي اختارت اي كليه ما عدا فاكولتي اوف ميديسن تروح على طول للسكشن بتاع الايفنت ده مش بتاعهم، وبعد كده يعملوا سبميت للفورم وما يروحوش للواتساب جروب عشان يعملوا جوين عليه. تعال نشوف. اول حاجه هنا النيم، وخلاص خلصناه. تعال نشوف بقى الفاكولتي ودوت الاساس، وهنعمل سورتنج للداتا في جوجل فورم ذات نفسها، مش هنروح على الاكسل. اول حاجه هنا هتدوس الثلاث نقط اللي تحت وبعدين جو تو سيكشن بيزد اون انسر. هنعملها هنلاقي كله بالديفولت بتاعه يعني continue to next section. النكست سيكشن بتاعنا هو section 2 of 3 اللي هو this event isn't for you. ده لكل الكليات ما عدا كليه طب او ما يكن انت تحدده ايه. فهتطلع فوق كده ونشوف ان كليه الطب برضو معموله معانا انها continue to next section. طب ما انا هقول له لا، continue to section رقم 3 الواتساب جروب. جميل جميل. انما بالنسبه للنيرسينج والساينس لا، انا عايزهم فعلا يروح من next section.
تعالى بقى نتابع كده ايه البروسيس بتاعت next section. لما يروح هنا للnext section ان هو الايفنت ده مش بتاعك، لو شفنا في after section 2 هنلاقيه مكتوب هنا continue to next section. طب ما انا كده هوديله واتساب جروب، هو هيعمل جوين للجروب، فملا عدد عندي على الجروب وعرف الميعاد ممكن يجي، ممكن يحصل مشكله بسبب انه حضر فعلا الميعاد دوت، فبالتالي انا مش عايزه يشوف الواتساب جروب دوت. قوم رايح مختار هنا go to submit form على طول، يعني after section 2 انا مش عايزه يشوف section 3 ده اصلا، انا عايزه يعمل submit form على طول. خلاص هخليه يعمل submit form كده، كل حاجه اتعمل لها سيف معانا وخلاص كده. يعني البروسيس بتاعت الفورم كلها بقت واضحه قدامنا. ممكن ايه نجربها هنا، نعمل ريلود الصفحه وخلاص. انا هعمل هنا اول حاجه، اول ما حد يجرب الفورم بتاعتنا هنلاقيه ان هو بيعمل ريكورد للايميل بتاعه ويكتب الاسم وبعدين الواتساب نمبر. على سبيل المثال اكتب رقمي الفاكولتي مثلا، انا هنا مثلا في كليه الطب. فالحاجه اللي المفروض تحصل ان هو ايه، يعمل لي سكيب للسكشن رقم 2 اللي هو مكتوب فيه ان الايفنت ده مش بتاعي، ووديني على طول للسكشن رقم 3 اللي فيه الواتساب جروب واعمل له جوين. هنشوف كده وداني فعلا على السكشن رقم 3 اللي فيه الواتساب جروب، وهقول له اي هاد جويند، هيخليني اعمل سبميت. تمام. طب تعالى نرجع نشوف حاجه تانية. لو انا فعلا بقى مش في كليه ميديسن، في كليه النيرسينج او الساينس مثلا، خلينا هنا نعمل نيكست. المفروض يوديني دلوقتي على السكشن رقم 2. بعد ما يوديني على السكشن رقم 2 المفروض يعمل لي سبميت للفورم من غير ما اشوف انا الواتساب جروب. نعمل نيكست. عن ايه؟ بيقول لك الايفنت ده مش بتاعك، تابعنا على الصفحه عشان تعرف معلومات اكتر للايفنتس الجايه، واعمل سبميت يا معلم. خلاص خلصت كده. ده البيسكس بتاعت الجوجل فورم عشان نعرف نعملها في اي حاجه عامه، سواء كان في شغلنا سواء في السيرفيز اللي احنا هنعملها بعد كده، الكلام ده كله. بس في حاجه قبل ما اخلص، ان هو هنا في الريسبونسز بتاعتنا المفروض نعمل لها لينك تو شيت. انا هاجي مثلا هسجل انا هنا باسمي. عامه اي داتا بتعمل لها كولكتنج يعني لازم أن تكون في ملف اكسل، ما ينفعش تكون كده عايمه او في تي اكس تي، مع ان الاكسل طبعا شكله مش حلو بالنسبه لاي حد مش ما استخدموش قبل كده، بس ما تنفعش. فهنا هو عمل لي فعلا اهو جمع لي الداتا وعمل لي هو الفاليوز بتاعتي كلها وجمع لي كل حاجه وجميل جدا وما عنديش اي مشكله. بس انا مش معايا برضه ملف اكسل، فبالتالي هعمل لينك تو شيتس، وديت جوه شيتس يعني اللي هو البديل بتاع مايكروسوفت. هعمل لينك هنا، هيقول لك انك تعمل له كرييت نيو سبريد شيت، هيعمل له طبعا في نفس الملف بتاع الفورم اللي هو احنا لو رجعنا من الاول هنلاقي اللي هو الملف اللي احنا منظمين فيه كل حاجه، ولا تعمل existing spreadsheet عشان يضيف عليه معلومات. طبعا بما اننا كده في الاول وبيسكس فاحنا نعمل create new spreadsheet. تعمل create، تستنى شويه هيفتح معاك السبريد شيت دلوقتي، فتح معاك وجمع لك كل الداتا اللي انت عايزها. هنستفاد فيه طبعا بانك توديه لحد مستفاد بيه او توزعه او تديه مثلا تستدل بيه في حاجه معينه انت بتعمل لها برزنتيشن، او تتواصل مع الناس ديت بعد كده وهكذا يعني. وهنستفاد بيه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه ان احنا نشوف ازاي نعمل تيكت للايفنت دوت، ازاي الناس تتواصل معانا بالتيكت ديت، ان هو يجي مثلا يخش فاحنا بناخد الاتندنس بتاعه عن طريق كيو ار كود اللي موجود في التيكت بتاعته، ازاي نتواصل على الايميل ونبعت له التيكت ديت. ده كله هنعرفه في الفيديو الجاي ان شاء الله. اتمنى اكون فدتكم في الفيديو دوت، وشكرا ليكم يعني.